مفاوضات أمريكا وإيران، اتفاق ولا تصعيد؟ جاهز تسمع؟ النهارده عدت أول جولة من المفاوضات، والأول مرة تلاقي المفاوضات قلب حرب كلامية. يعني إيران تقول لك أمريكا هتفرج عن الفلوس المتحفظ عليها دوليا، أمريكا تقول لك بلح ما فيش منه الكلام ده. إيران تقول لك أنا مسيطرة على مضيق هرمز، أمريكا تقول لك لا، إحنا دخلنا مدمرتين أمريكيتين علشان يشيلوا الألغام. التصريحات دي تقول لك إن في ضغط كبير عليهم، وإنها محاولة لكل دولة إنها تاخد مكاسب. بس السؤال الأهم، هو الضغط ده اللي عليهم من مين؟ أقول لك سؤال مهم جدا. بص يا سيدي، وإحنا ملخومين في الحرب كان في أمور خطيرة جدا بتحصل وبتضغط على إيران وأمريكا. بالنسبة لأمريكا، حلفاء أمريكا بيعانوا. يعني كفاية إنك تعرف إن مطارات أوروبا ممكن ما يبقاش عندها بنزين للطيارات عشان تطير، وده اللي قاله المجلس الدولي للمطارات والسي ان ان نشرته. والحقيقه ان دي كارثه لدول اوروبا، ورغم ان امريكا متخانقه مع الدول الاوروبيه دي، الا ان دي مشكله كبيره لامريكا، لان اوروبا هي اكبر سوق للبضائع لامريكا. الحاجه التانيه كمان، ان دول شرق اسيا، ودي الدول اللي انت شايفها على الخريطه دي، ولو لاحظت هتلاقي الدول دي عامله زي نص دايره كده على ساحل الصين. الدول دي بقى حليفه قويه لامريكا، وهي بتستخدمهم لحصار الصين. مين بقى من ضمن الدول دي؟ تايوان. واخد بالك؟ تايوان، وهم عندهم أزمة كبيرة في الطاقة والبترول. الصين بقى قالت للدول دي لو عايزين بترول أنا عينيا ليكم، ده احنا جيران. وطبعا الصين بتعمل ده علشان تضرب مفك في علاقتهم بأمريكا. المشكلة إن الدول دي ما عندهاش حل لو استمرت الحرب، إلا إنها يا إما تاخد بترول من إيران حليفة الصين وروسيا، أو من روسيا ودي كارثة، أو من الصين ودي كارثتين مش كارثة واحدة. نيجي بقى لإيران. إيران بقى الضغوط اللي عليها إن الدولة مفيش فيها حتة سليمة، ولو افترضنا إن الحرب هتكمل فاقتصادها هيقع تماما أكتر ما هو واقع دلوقتي. يعني في تقارير نشرتها رويترز وكمان نشرتها طهران تايمز بتقول إن في أزمة اقتصادية كبيرة في إيران، سواء بارتفاع الأسعار أو إن عمال فقدوا وظائفهم نتيجة لتدمير مصانعهم، وإن ده بيمثل ضغط كبير على إيران لو استمرت الحرب. علشان كده هتلاقي إيران دايما في المفاوضات بتسعى إنها ترفع العقوبات. لكن عاوز أقول لك إنه ده برضو مش كفاية، لأن حتى لو العقوبات اترفعت فبرضو أزمة العمال اللي بقوا في الشارع مشكلة كبيرة، لحد بقى ما المصانع تتبني وترجع تنتج تاني. هتلاقي إن الوحيدين اللي استفادوا روسيا والصين، سواء باستنزاف أمريكا في الحرب أو إنهم يحاولوا يشتروا حلفاء أمريكا. وعلشان كده أمريكا وإيران كل واحد منهم داخل المفاوضات وهو عليه ضغط رهيب، وده يفسر ليه تصريحاتهم المتضاربة دي. ولو عاوز رأيي، أنا شايف إن الوصول لاتفاق في وسط التصريحات دي صعب جدا، إلا لو اللي بيتم في المفاوضات مش هو اللي بيتنقل لوسائل الإعلام. يعني إن إيران أو أمريكا حد منهم قدم تنازلات كبيرة محدش أعلن عنها. والسيناريو الأقرب من وجهة نظري اللي هيحصل إن المفاوضات تمشي واحدة بواحدة. يعني يتفتح المضيق، يحصل إفراج جزئي عن العقوبات، ممكن تكون بيع كميات معينة من البترول الإيراني، أو مثلا نشوف تسهيلات مؤقتة، يعني غض الطرف عن سفن بترول معينة، أو تحويل أموال لأغراض إنسانية مقابل هدوء في مضيق هرمز، كنوع من أنواع بناء الثقة من غير إعلان رسمي يحرج أي طرف قدام جمهوره. وهكذا كل تحرك في المفاوضات من ناحية أي دولة يترد عليها بتحرك تاني لحد ما نوصل لاتفاق نهائي. وده يمكن يفسر لنا اللي بنشوفه على الأرض والتحركات العسكرية الأمريكية اللي بتقول إن دي مش تحركات مفاوضات ماشية كويس، إلا لو كانت التحركات دي وسيلة ضغط للمفاوضات. اكتب لي في الكومنتات، تفتكر المفاوضات دي هتنجح ولا هنرجع لا قدر الله للحرب؟ مش قلت لك تتابعني علشان أقول لك اللي بيحصل حواليك ببساطة؟